حسام يا حسن، يا ابراهيم يا حسن، ازاي اللاعب ده ما بيلعبش منتخب مصر؟ اكتشفوه زي ما كروش اكتشف عمر مرموش ومحمد عبد المنعم. ازاي اللاعب ده ما بيلعبش اهلي وزمالك؟ ازاي اللاعب ده مش من ضمن صفقات الاهلي ولا بيراميدز ضمن صفقات يناير؟ فين اللاعب ده من صفقات النادي الاهلي؟ رحنا جبنا عمرو الجزار وهنجيب هادي رياض. فين مصطفى معوض من صفقات النادي الاهلي؟ لاعب هداف. اللي قدامك ده مش مهاجم والله، اللي قدامك ده بيلعب سيرد باك، ده ومش بس كده بيلعب مركز 6. يعني حسام عاشور في مصر وكمان بيلعب باك يمين. يعني لو عندك ازمه في الباك اليمين بيلعب باك يمين، لو عندك ازمه في مركز 6 بيلعب مركز 6. يعني هيحل لك مشاكل كتير. مدافع هداف، ايوه زي ما بقول لك كده، هداف الفريق بتاعه في الدوري الاردني. ده ومش بس كده بيعرف يطلع بالكره كويس قوي قوي قوي. عبد المنعم جديد يا جدع. مش احنا عندنا مشاكل في المدافعين اللي بيطلعوا بالكره كويس في النادي الاهلي؟ مشينا عبد المنعم ما بقاش عندنا حد بيطلع بالكره كويس، مشينا رامي ربيعه ما بقاش في حد عندنا بيطلع بالكره كويس، رحنا جبنا ياسين مرعي، رحنا جبنا مصطفى العش، رحنا جبنا مدافعين كتير عشان يطلعوا بالكره كويس. ما حدش بيعرف يطلع بالكره كويس. انما مصطفى معوض ده بسم الله ما شاء الله عليه بيعرف يبني الهجمه من تحت كويس جدا. زي ما قلت لك محمد عبد المنعم جديد في مصر يا جدع. اقول لك بقى على السيره الشخصيه بتاعت اللاعب اسمه مصطفى معوض، مواليد 1997. يعني عنده كام؟ عنده 28 سنه، طوله 182 سم. لعب في بدايه مسيرته في المصريه للاتصالات، وبعد كده راح ناشئين بتروجيت، وصعد بعد 7 سنين للفريق الاول. مين اللي صعده؟ الكابتن حسن شحاته اللي ربنا يشفيه، رجعه لنا سالم غانم باذن الله. وبعد كده انتقل للقناه. حصل مشاكل كده في المسيره بتاعته لما راح القناه. بعد كده احترف بره عن طريق مين؟ عن طريق الجزيره الاردني، كسر الدنيا في الجزيره الاردني وكان بيلعب مع عمرو مرعي. بعد كده راح الوحدات الاردني اللي بيلعب فيها حاليا في الدوري الاردني، مكسر الدنيا فعليا في الدوري الاردني. مدافع على اكمل وجه، مدافع زي ما انت عايز بالظبط، بيلعب بدماغه كويس، بيقطع كل الهجمات. ده ومش بس كده بيطلع بالكره كويس، بيلعب بدماغه ايه؟ عنب زي ما انت شايف، بيعمل لك شويه سروهات، بيعمل لك كل حاجه انت عايزها، وبيلعب مركز 6 زي ما قلت لك، وبيلعب باك يمين. كلنا دلوقتي بنتخانق على عودة الفخوري، الاهلي عايز عودة الفخوري. ده ومش بس كده بيراميدز مخلص في عودة الفخوري، مش عارفين هيروح الاهلي ولا هيروح بيراميدز. اهو مصطفى معوض ده هو اللي بيوقف عودة الفخوري، هو نقطه ضعف عودة الفخوري في الدوري الاردني، هو ده اللي بيوقف عودة الفخوري، هو ده اللقمه في الزور لعودة الفخوري. هو مين؟ مصطفى معوض لاعب على اكمل وجه. اتمنى الكابتن حسام حسن او ابراهيم حسن يشوفوا اللاعب. اتمنى اداره النادي الاهلي تبص على اللعيبه المصريه اللي بره. هتجيب لاعب هيبقى محل عندك وهيكسر الدنيا باذن الله، بس اللاعب ده مش بيتشاف. عارف مش بيتشاف ليه؟ عشان ما عندوش حد قريبه ولا حد يعرفه في الاعلام المصري. فقلنا ايه؟ لازم نظهر اللاعب ده للاعلام، لازم اللاعب ده يظهر لاداره النادي الاهلي، يظهر لاداره بيراميدز، يظهر للادارات اللي في الدوري المصري، يظهر لمنتخب مصر، يظهر لحسام حسن وابراهيم حسن، وباذن الله يظهر ويكسر الدنيا ويبقى مدافع جديد، عبد المنعم جديد في الدوري المصري ولمنتخب مصر، ونسميه عبد المنعم مصطفى معوض. بس كده، يلا سلام.